فخلي بالك ما تخشش في علاقات تتعاطف فيها مع الشخص اللي معاك او تدخل شفقة علشان حالته. وانا ليه عامل زي المغناطيس للاشخاص السامين؟ رقم واحد هو اعتقادك عن نفسك انك ما تستاهلش ابدا علاقة تكون سوية، ودايما شايف نفسك في مستوى اقل. وكتير مننا بيعمل الموضوع ده، بيشوف الناس على الستوري على الانستجرام او على الواتساب، الناس اللي بتتخطب وعايشين حالة رومانسية كويسة، يقعد يقول في نفسه ما هو احنا ما نستاهلش ان احنا نكون في علاقة زي دي، ما هو انا مكتوب عليا الفقر، استحالة اعيش زي الاتنين دول. هو بيدمر نفسه وهو مش واخد باله. اعتقاده ده بيبتدي يتجسد في حياته، فبيبتدي فعلا يظهر في حياته الاشخاص السامين بناء على اعتقاده الشخصي. رقم اتنين، انك دايما بتلعب دور الممرض والمنقذ والمتعاطف في علاقاتك. وفي ناس كتير كده يبقى بيخش علاقة عايز يبقى هو اللي بيعالجها من كل حاجة، هو ابوها وامها واخوها وصاحبها وكل حاجة. انت هتقدر على كل ده؟ انت هتقدري على كل ده انك تشيلي كل ده؟ فلما انت تلعب دور المنقذ انت مش هتلاقي اللي ينقذك، لما انت تلعب دور المتعاطف مش هتلاقي اللي يتعاطف معاك، لان هو متدمر. هي الشخصية السامة كده بتتفنن في انها تلعب دور الضحية عشان انت تلعب المنقذ، يلعب دور المريض عشان تلعب انت دور الممرض، يلعب دور ان هو يعني ولا حاجة عشان انت تبقى كل حاجة. فخلي بالك ما تخشش في علاقات تتعاطف فيها مع الشخص اللي معاك او تدخل شفقة علشان حالته وعلشان هو صعبان عليك. رقم 3، نظرا لانك ما بتحطش حدود لنفسك ان الشخص اللي قدامك حتى لو سام انه يتعداها. انت سايب الدنيا كده اهو، سايب الدنيا بدون حدود بدون اي حاجة. فاي شخص بيجي يخش حياتك انت بتعرفش تقول له ان دي بتضايقني او دي بتأذيني، فايه اللي يحصل؟ يبقى مغناطيس يقعد يأذيك. فلازم تحط حدود لنفسك وللطرف اللي قدامك في اي حاجة انت بتقبل عليها علشان ما يتعداش حدوده معاك فيبتدي ما يأذكش. كده توقف المغنطة اللي انت عاملها انك تجذب اليك بيها الاشخاص السامين. رقم 4 هو انك بتقدس الاخرين وبتعظمهم، تديهم قيمة كبيرة قوي قوي اعلى من قيمة نفسك. وده الاشخاص المسممة بتحبه قوي لان هم بيميلوا للكبر والعظمة، وده بيغذي احساسهم المزيف. فيفضل يديك فوق دماغك، ما انت عمال بتعظمه، انت عمال بتديله قيمة اكبر من قيمته الحقيقية، فبيفضل يدوس عليك. فما تعظمش حد وما تديش لحد اكبر من حجمه، وما تقربش الناس منك قوي كده، وما تقدسش وتقله اي حد في الدنيا. كلنا زي بعض، مفيش حد اعلى من التاني. رقم 5، لما حد بيمارس عليك التحكم والسيطرة انت بتكون سعيد وراضي، لان ده بيديك الاحساس بالامان اللي انت بتدور عليه. ودي كارثة ومصيبة انك تكون فاكر ان العلاقات اللي قدامك طول ما الشخص عمال بيفرض عليك سيطرة وبيفرض عليك احكام ان انت كده في امان. لا، ده امان مزيف، ده امان مش حقيقي. اوعى تصدق ده ابدا، كل ده فيك. اوعى تعيش حياتك حد متحكم فيها، ده فعلا هيبقى شخصية سامة هيدمر لك حياتك وهيقلبها لك رأسا على عقب. اوعى ابدا تقبل ان حد يتحكم فيك، اصل ده الامان. خد بالك السم في اي لحظة ممكن يسيبك. ما تقولش اصل ده الامان والاطمئنان بالنسبة لي. ما تضحكش ابدا ابدا على نفسك. ال5 حاجات دول هم اللي بيجذبوا ليك الاشخاص السامين في حياتك، خلي بالك منهم.